احنا عارفين ازاي نحرك الجيم اوبجكت في الاديتور، بنستخدم الموف تولز دي او من الانسبكتور. ممكن نحدد موقعه بالارقام من خلال الترانسفورم بوزيشن. مثلا لو خلينا x equal to y equal to تقدم 2 اليمين و2 فوق. ازاي ممكن بقى نخليه يتحرك من خلال الكود؟ هنعتمد على حاجة اسمها vector 2. vector 2 ممكن نعتبره نوع متغير بيحتفظ على الموقع كقيمته. احنا بنكتب المواقع في الكود بطريقة معينة. بنكتب الأول new vector 2 بعد كده قوسين، ما بين القوسين هنكتب موقعه على الإكس موقعه على الواي. كده بقى عندنا متغير نوعه vector 2 اسمه position وقيمته موقع x equal to y equal to. ازاي ممكن نستخدمه؟ في يونيتي كنا بنعمل transform position وبنغير في القيمتين دول. احنا هنعمل نفس الحاجة بالظبط في الكود. transform dot position equals position. position هنا هو المتغير اللي احنا عملناه في الأول اللي قيمته الموقع x equal to y equal to. لما نيجي نحدد الموقع بتاع الجيم اوبجكت لازم نحدده جوه void update أو void start أو method. ما ينفعش نحدده بره، عشان لو حددناه بره يونيتي مش هيعرف يطبق الكود ده امتى. السكوير موقعه 0 قبل ما اشغل اللعبة. أول ما اشغل اللعبة هنلاقي إن السكوير اتحرك ل x equal to y equal to. احنا كده عرفنا ازاي نحدد موقع حاجة، بس ازاي بقى ممكن نحركه؟ احنا عندنا كذا طريقة عشان نعمل كده. احنا ممكن نشيل تعريف المتغير ده تماما. transform.position equals وعلى طول نكتب new vector 2. ولو عايزينه يتحرك يمين او شمال ممكن نعمل integer هنسميه x وهنخلي اول قيمة ليه 0. هنخلي x يزداد كل فريم ونحط x كان موقع x بتاع الفيكتور 2. المفروض كده x هيزداد 1 كل فريم، يعني x هيزداد by 60 كل ثانية. يعني كده المفروض هيتحرك 60 يونت في الثانية. احنا لو شغلناه بقى هنلاقي ان هو بيتحرك، بس بيتحرك بسرعة جدا. احنا ممكن طبعا نخليه float ونزوده كل فريم بحاجة بسيطة قوي، يعني 0.05 f مثلا. كده هيتحرك ببطء، ولكن لسه دي مش احسن طريقة عشان نحرك الجيم اوبجكتس. بان احنا نستخدم ميثود اسمه translate. في العادي الميثودز اول حرف منه بيكون كابيتال. بنحط ما بين الاقواس دي اتجاه. احنا اخدنا فيكتور 2 كموقع لغايه دلوقتي، ولكن ممكن بقى نعتبره كاتجاه. يعني هنا كانه بيروح يونت واحد لليمين. لو كتبنا هنا position هنلاقي ان هو بيتحرك. هو كده اتحرك 1 يونت كل فريم، يعني برضو 60 يونت في الثانيه. لو انا كنت عايزه بقى يتحرك 1 يونت في الثانيه هنكتب ما بين قوسين translate برضو position times time dot delta time. دلوقتي اللي كان بيتحرك 1 يونت كل فريم بقى بيتحرك 1 يونت كل ثانية، يعني بتتحرك 1 يونت في الثانية. لو عايزين نحركه على فوق اهو بقى بيتحرك دلوقتي 1 يونت كل ثانية على فوق. طيب لو خليناه بقى 2 كده هيتحرك 2 يونت كل ثانية. لو خليناها 3 يونت كل ثانية وهكذا.